أولها وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشهر بأنه شهر بركة. والبركة لها عدة معاني في اللغة، فهي تعني المنفعة وتعني الخير وتعني التزكية وتعني التطهير وتعني النماء وتعني الثبات وتعني الدوام. لكن أجمع وصف للبركة هو ما ذكره الراغب الأصفهاني في المفردات عندما قال: البركة الخير الإلهي الكثير. الخير الإلهي الكثير، فربط دلالة الخيرية بالإلهية التي تفيد اختصاص الله عز وجل بالعبد الذي أتى بفضله ما قربه منه بالخيرات الكثيرات في قلبه، في جوارحه، في تصرفاته، في تقلباته، في قوة نشاطه في أداء مفترضاته وتلمس مواقع رضوان ربه. وعندما نتأمل في تاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونربطها بهذه الخيرية، نربطها بهذه البركة، نلاحظ أن لها تجليات كثيرة. أولها أن الله عز وجل لما أراد أن يعلن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم في الوجود غير وضع السماء، فملأها سبحانه وتعالى حرسا وملأها شهبا. غير الله تعالى مجرى الوجود، وتحدث الجن بذلك في قولهم: وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نبعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع إلينا يجد له شهابا رصدا. ثم غير الله النظام المعتاد في السماء الدنيا، فأنزل كتابه من اللوح المحفوظ إليها، أنزل القرآن إلى السماء الدنيا كاملا، ونزل باحتفاء خاص لعلم الملائكة بقدر اللوح المحفوظ وبقدر ما فيه وبقدر هذا الكتاب الجامع الذي ضمه الله عز وجل كل معاني الوحي الذي أنزله على أنبيائه من آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون شنو هو القرآن الكريم؟ شي كتاب عادي. ثم كان من البركات الكثيرات في رمضان أن الله عز وجل جعله ميلاد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، أعظم نبوة في الوجود. ولهذا ينبغي أبنائي الأعزاء أن نستحضر دائما هذا الميلاد العظيم لأعظم نبوة، لأعظم نبي الذي خص بأشرف كتاب في أشرف مكان وأشرف زمان، لأشرف رجال، لأعظم أمة أظهرها الله تعالى في الوجود. وبعض الناس يجوز عليهم سنوات في صوم رمضان ولا يستحضرون أنه ميلاد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد كبير أن الله أظهر نبوة شخص جعله الله عز وجل نبي الأنبياء جميعا، لأن كل نبي بعثه الله أخذ الله عليه الميثاق أن يلتزم إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم بالذي جاء به ويترك الذي عنده، وأن يكون معه تابعا له خاضعا لأمره ناصرا لرسالته. والإمام ابن السبكي رحمه الله وضع مؤلفا خاصا في معنى قول الله عز وجل: وإذا أخذ الله من النبيين إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. مسمى هذه الرسالة التعظيم والمنة في لتؤمنن به ولا تنصرنه. خلاصتها أن نبينا صلى الله عليه وسلم ببركة نبوته نبي الأنبياء جميعا. ولهذا لما سيظهر عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان سيظهر مجددا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، ملتزما لما في القرآن الكريم وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أراده الله تعالى من المكلفين. ثم من البركات العظيمة إيجاد هذه الأمة التي هي أعظم أمة أظهرها الله تعالى في الوجود.
لقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أفضل أمة في الوجود. وتأولها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إنكم وفيتم 70 أمة أنتم أكرمها على الله عز وجل. فنحسوا أبنائي الأعزاء بهذه الخصيصة التي خصنا الله تعالى بها في شهر رمضان، أننا في رمضان كتبنا خير أمة، وأشهد الله الكون كله على ذلك، وبث الله تعالى ذلك في مفردات الوجود، وعلم بذلك الملائكة الذين يقدرون هذه الأمة ويرتبطون ارتباطا خاصا بالمؤمنين ويحبونه ويقفون معهم في النوائب ويدعون لهم ويستغفرون لهم. فالملائكة لها علاقة خاصة بهذه الأمة، لأن الله تعالى بث فيها قدرها وشرفها الراجي أصالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى هذا الكتاب العزيز الذي ينبغي أن نحبه وأن نتعلق به، نرتبط به، نتدبره، ونؤدي حقه في المحاكمة، في التحاكم، وفي الالتزام، وفي العمل، وفي ضبط السلوك.